مؤسساته التي تهتم بالبحث في جميع مجالاته والتوسع في علوم لم تكن لها نصيب في الدرس من قبل، مواكبة للحضارة وما نحتاج إليها من علوم أصبحت دراستها فرضا لا اختيارا ومسايرة للمتطلبات البيئية المحيطة، ليصبح العلم والبيئة وجهان لعملة واحدة. وعلى هذه الركيزة وحصدا للثمار والنتيجة صرنا هنا معا في رحاب جامعة المنصورة الجديدة نحتفي بأولى ثمارها وخيرة أبنائها للكليات التي أتمت دراستها للعلوم والفنون والأعمال وعلوم الحاسب الآلي، والتي تنسس العمل ومستحدثاته وتحدياته لتصبح جامعة المنصورة الجديدة داعمة لرجالها وأبنائها، قائمة بمسؤولياتها العلمية والوطنية في نهضة هذا الوطن ورفعته وترسيخ عظمته وارتقاء بهويته. وتستمر الجامعة في منظومتها العلمية الرائدة لباقي الكليات العلمية التي لا زالت في مراحل البحث من كليات المجموعة الطبية المتخصصة، والتي لن تنتهي بعد من انتهاء مراحل تعليمها. وبإذن الله نكون جميعا محتفلين بهم في هذا المحراب العلمي الثاني الذي تحفه الملائكة لعظمة رسالته وسمو أهدافه. عظيم التحية والتهنئة لأسر أبنائنا الطلاب والخريجين على تفوق وتخرج أبنائهم، داعين الله أن يتم عليهم دائما الفرحة والسرور. خارج سياق الكلمات، الأبطال الحقيقيين لهذا اليوم هم الأسر، هم الآباء والأمهات الذين تحملوا بالفعل رحلة التحدي. واسمح لي يا دكتور معوض إن احنا لازم نسمي كل دفعة هتطلع بمسمى، وأنا شايف إنه بعد إذن معالي وزير التعليم في هذا التعليم العالي في هذا المقترح، إن طبعا الدكتور معوض يعني غفلنا وقال إن أنا كاتب كلمة 6 ورقات وهو قد 6 12 ورقة بجد. بس أنا بحييه لأنه اللي بيشتغل يا ولاد بيبقى عايز يطلع اللي جواه. وأنا السادة يعني أنا أحيي الحقيقة المفروض كل الزملاء اللي هم مشرفين النهارده، وانا بتشرف وجودي وسطكم. الدكتور طبعا العوض الدكتوري معالي الوزير المحافظ اللي هو طارق، رئيس مجلس الامناء الدكتور مازن زكاري، الزملاء اللي هم رؤساء الجامعات اللي في المدينه، اللي هي الحال اللي احنا بنشوفه ده، اللي نقدر نقول ان مدينه المنصوره الجديده هي مدينه علميه متقدمه. العالم بره بيتكلم على ان في مدن بتبنى على اقتصاد، والاقتصاد ده بينمي المجتمع وبيساعد على التنميه. اقتصاد المعرفه هي مدينه
دمياط الجديده او مدينه المنصوره الجديده هي مدينه مبنيه على اقتصاد المعرفه. المثال ده يا شباب لازم كلنا نعيه، لانها هي مدينه كلها مجموعه من الجامعات العريقه اللي هي بنفخر بيها النهارده. ولاد الطلاب بهنيكم الف مبروك على تخرج الدفعه الاولى. على فكره طبعا بشكر الزملاء اللي قدموا الاحتفاليه النهارده، وبرضه احمد وهاجر، يعني بشكركم يا شباب حاجه وروحي وعادي. انا عارف ان كلكم تقريبا نفس المنتاليتي، نفس المهاره، السكيلز اللي احنا شفناه النهارده مش مجرد تعليم. احنا مش بنخرج دلوقتي واحد شاطر بس او واحد متعلم كويس بس، احنا بنبني انسان تاني. واللي شفناه النهارده مثال على طلبه الحقيقه متكاملين الشخصيه، عندهم حب الانتماء للوطن وفاهمين دور الشباب في رفعه الوطن. فانا بحييكم، وقبل ما احيي الشباب الخريجين واهنيهم اسمحوا لي ان انا عايز اهني اولياء الامور. يعني اولياء الامور اللي هم النهارده اسعد متهيألي الناس الموجودين بتخرج ابنائهم. بس عايز اقول حاجه مهمه جدا. في البدايات الجامعات الاهليه كان يمكن الناس تقول لك يا الجامعات الاهليه دي معناها ايه؟ هي بتخرج شباب، يا ترى هيلاقي فرصه عمل؟ هيشتغل على طول ولا هيقعد في البيت؟ طب هيتعلم ايه؟ طب البرامج بتاعته هي اللي بتتقدم في الجامعات الحكوميه او الخاصه، ولا ليها سبيريت تاني خالص ونوعيه جديده في التعليم؟ التحدي ده كان هو في بدايات نشأة هذه الجامعات الاهليه. الجامعات الاهليه في منظومه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي اللي احنا وصلنا دلوقتي ل 132 جامعه. الدكتور معوض قال ايه؟ انا مش هدخل في الارقام عشان الدكتور ايمن يتكلم على الارقام. دايما يمكن خلفيتي كمهندس ان الرقم هو خير دليل على الانجاز. احصائيات، دلالات ومؤشرات بارقام. فسنه 2014 كان عندنا 50 جامعه. ال 50 جامعه دي ما بين جامعه حكوميه وجامعه خاصه. ما كانش فيه اي جامعات اخرى غير المصريين دول. احنا النهارده يا شباب بقينا 132 جامعه. الجامعات الاهليه اللي ما كانتش قبل كده موجوده بنتكلم على تقريبا 32 جامعه من الجامعات دي. منظومه كبيره، منظومه هدفها هي تعظيم الاستفاده من المقومات والامكانيات بتاعت خصوصا جامعاتنا الحكوميه او الاستفاده من اساتذتنا اللي هو زي ما الدكتور معوض قال لي ان الجامعات دي بيشتغل فيها برضه الزملاء اللي هم في الجامعات المختلفه. فاللي عايز اقوله ان الجامعات الاهليه برامج جديده مبنيه على برامج بينيه، والبرامج البينيه دي هي علوم متخصصه جديده كلنا بنفخر بيها اننا ابتدينا جوه جامعاتنا بنشتغل على الانتر ديسيبلينري بروجرامز والترانس ديسيبلينري بروجرامز اللي هي برامج بين التخصصات المختلفه وبرامج على التخصصات اللي هي بتشتغل مع الصناعه وشركائنا من الصناعه. ده دليل على ان الجامعات الاهليه هي جامعات جديده في مفهومها، في البرامج التعليميه اللي بيدوها هي برامج مرتبطه اكثر باحتياجات سوق العمل. خالص التحيه للدكتور معوض تاني، وطبعا معالي الوزير المحافظ اللي هو بدونه انا متهيألي ما كانش هيبقى فيه دعم لمنظومه الجامعات اللي كلنا النهارده بنشوفها في المنصوره الكبيره. طبعا رئيس مجلس الامناء، الساده رؤساء الجامعات اللي بيشتركوا في هذه المنظومه، خالص التحيه لكم جميعا ولاولادنا اولياء الامور تاني. الف مبروك وتمنياتي لكم. الطالبة دينا عادل فؤاد رزق سالم. الطالب عمرو أشرف
الطالب حسين سامي معوض محمد تراس. الطالب محمد عبد العزيز فرج. ألف مبروك يا شباب. ألف 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 مبروك. وإلى هنا نكون قد انتهينا من كلية القانون. ونبدأ بكلية علوم وهندسة الحاسبات. الطالبة إيمان أحمد صلاح علي عثمان. الطالبة إيمان الشحات محمد السعيد. الطالب مصطفى أيمن فاروق. الطالب خالد سعيد حامد زهران. الطالبة منار أشرف إبراهيم الدسوقي. الطالبة حنين إبراهيم فايز. الطالبة إيمان علي محمد نوح. الطالب عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح عفيفي. الطالب محمد ناجي عبد التواب. الطالبة رسل محمد أحمد نجاتي. الطالبة هاجر عبد الله توفيق عبد الحميد. الطالبة دعاء إلهام محمد نايل. السقف تعلى بعد إذنك. الطالبة هيا خالد مختار السنباطي. الطالب أحمد محمد إبراهيم زكي. الطالب مصطفى حاتم فوزي محمد. الطالبة لينا عادل فتحي السعيد. الطالب أحمد محمود محمد عبد العليم. الطالب إسلام أحمد محمد الشرقاوي. الطالبة روان محمد فاروق محمد. الطالبة نيرة عبد الله علي إبراهيم. الطالبة مريم محمد عبد العزيز محمد. الطالبة يمنى أحمد محمد إبراهيم. الطالب محمد محمود محمد أحمد صالح. الطالبة سلمى محمد عبده يوسف زيدان. الطالبة ميار ياسر إبراهيم متولي. الطالبة فاينان سيد يوسف الدين. السقف يا شباب بعد إذنك. الطالب عبد الرحمن عادل مصحي عبد السميع. الطالب كريم علي موسى. الطالب خالد مسعد حسان.